لفت نظري كلمة بلادنا العربية. حضرتك بتعتبر نفسك عربية؟ لا، أنا لست عربية. لقد خربت بيوتنا العروبة كما خربها الإسلام. لقد فرضت علينا بالقوة. نعم. صحيح أن لغتي الأم هي اللغة العربية، وأعتز وأفخر أنني أجيد تلك اللغة وهي لغتي الأم، ولكن هذا لا يعني بأنني عربية. فالناس في كندا يتكلمون الإنجليزية، والناس في بريطانيا يتكلمون الإنجليزية، ولكن الناس في كندا لا يعتبرون أنفسهم بريطانيون. وشبه الجزيرة كانت تتحدث العربية قبل الإسلام. لقد غزت جحافل محمد بلادنا السورية، وكانت هناك أكيد تعرف كانت هناك حضارات قائمة طمست معالم تلك الحضارات. قد أكون من أصول سريانية، قد أكون من أصول آشورية، أنا من الساحل السوري، أعتقد أنني من أصول فينيقية. نعم. وأعتز بأصولي لأن أجدادي كانوا أصحاب حضارات، وجاء الغزو الإسلامي فلم يبقي ولم يذر، حطم تلك الحضارات وطمس معالمها وقضى على لغاتنا الأم. نعم. وأدخل الإسلام عنوة. أنا متأكدة بأن أجدادنا اعتنقوا الإسلام خوفا، ومع الزمن صدقت الأجيال المتتالية تلك اللعبة وتبنت الإسلام على طريقة الآباء والأجداد. نعم. إلى جهاز أخلاقي، لأن التعاليم الإسلامية للأسف جردتنا من كثير من القيم الأخلاقية. التعاليم الإسلام شوه مفاهيم الأخلاق. نعم. أنا عندما أناقش تصرف من تصرفات محمد وأقول بأنه لا يمكن في القرن 21 أن أعتبر هذا التصرف أخلاقيا، تصور كيف يرد علي بعض الإخوة المسلمين. ولكن القرآن قال وأنك لعلى خلق عظيم. طب ما هو القرآن منذ ذلك العصر أيضا قال وأنك معناته هو خلوق، حتى ولو فاخذ طفلة في السادسة من عمرها. نعم. هو خلوق. نعم. فشوه مفهوم الأخلاق. نعم. لذلك ما نحتاج إليه في العالم الإسلامي اليوم بناء أو تصميم جهاز أخلاقي قيمي يستطيع أن يرشد الإنسان الذي طال تضليله. طب يا دكتورة، أنا عايز أركز على النقطة اللي حضرتك بتقوليها وأزود على السؤال بتاع الأستاذ. كيف نوصل قيم الديمقراطية لشباب تعاليمهم تقول أن الديمقراطية محدثة وكل محدثة بدعة وهي صناعة الغرب، أما الشرع والخلافة فهي من الله ومنزل بها؟ أنا أعتقد من السهل جدا أن تدحض تلك الفكرة بأن كل محدثة مبدعة وكل مبدعة في النار. لماذا يستخدمون الأدوية التي يصنعها الغرب؟ لماذا يأكلون الطعام الذي يصنعه؟ كله محدث. نعم. عندما تفتح علبة إحدى المعلبات، هذه المعلبة محدثة. نعم. لا، في عهد محمد ما كانوا يعلبوا الطعام. تمام. الميكروفون اللي بيستخدموه، الانترنت اللي بيستخدموه، كل شيء محدث. فلماذا يعتبرون قيم الديمقراطية محدثات ولا يعتبرون صناعات الغرب؟ لو تخلى المسلمون عن كل ما صنعه الغرب سيضطرون أن يبحثوا عن ورق التوت. نعم. هذا ما أعتقده. نعم. نعم للأسف. طب دكتورة، معلش أنا عارف إن الوقت بيتأخر، بس تسمح لنا نخرج فاصل صغير. ولا يهمك. ربنا يخليك. شكرا لك. أنا عارف إن في تليفونات جديدة وكتيرة، لكن معلش مضطرين نطلع فاصل صغير لمدة دقيقتين ونعيد لكم مرة أخرى. فاصل ونعود.